قصتنا بتبدأ بشخصية باني اللي بتكون بنت جميلة مفعمة بالحيوية والنشاط، وبتكون نفسها ترتبط بشاب وسيم. باني كانت دايما بتحب الولاد الحلوين، وكل ما تشوف ولد وسيم قلبها يدق ومتعرفش تبص في حتة تانية. في الجامعة اختارت تدرس نحت علشان تقدر تعمل تماثيل للراجل الوسيم المثالي في خيالها. كانت فاكرة إنها هترتبط بحد شكله يجنن، لكن لما عرفت أصحابها على حبيبها بونغ سو بيتصدموا، لأنه كان شكله مش حلو خالص، مش طويل، وجسمه ووشه مش ملفتين بالمرة. صحابها ما قدروش يفهموا إزاي بتختاروا يكون حبيبها، لكن هي كانت متأثرة بمعاملته الحنينة. كان دايما بيجيب ليها عصاير ومعاها كلمات حب، وبيركع قدامها في الفصل يعترف بحبه. ومع الوقت باني بتتأثر بإصراره وحبه ليها، وحست لأول مرة إن الاهتمام أهم من الشكل، خصوصاً إنها شايفة نفسها عادية ومش متوقعة ولاد حلوين يعجبوا بيها. في يوم وهي داخل الجامعة كان بونغ سو ناوي يديها سلسلة شكلها جميل، وهو بيحاول يحطها ليها، واحد بالسكيت بورد خبطه بالغلط والسلسلة وقعت. باني بتمسكه وهو رايح يتخانق مع الولد، وغيرت الموضوع وبتقول له إنها بتحب السلسلة دي جدا. بعدها في الجامعة بتروح باني لصاحبتها اللي شغالة في الكافيتيريا، واللي بيحاول الشباب يقربوا منها لكنها بترفضهم. باني بتوري أصحابها السلسلة اللي جابها حبيبها، وهم بيكونوا فرحانين ليها مع إنهم مش بيحبوا حبيبها ده أصلاً. في نفس الوقت بنشوف شاب وسيم بيكون ماشي وكل البنات بتعجب بيه وبجماله. بيروح على مكتب الإدارة عشان يتخصص في قسم النحت في الجامعة، وحتى الموظفين هناك بيندهشوا من وسماته. بنشوف بعدها 2 طلاب مشاغبين اللي بيتفاجئوا من مندوب القسم وهو بيوبخهم، بس بيجي صديقه المقرب بيقول له إنه يسامحهم. بعد المحاضرة باني بتكلمه وهو كان في أوضة الإذاعة بيقرأ كوميكس. شاف المكالمة وبيتجاهلها عن قصد. باني بتفتكر إنه مشغول. بعدها على طول بيسمعوا صوته في الإذاعة بيتكلم مع أصحابه وبيتباهى إنه هيطلع رحلة معاها، واعترف إنه كان بيحاول يوصل ليها بس علشان ينام معاها. بيقول إن الموضوع كان مفروض يخلص بسرعة، لكن هي كانت محافظة، والمرة دي ناوي يخليها تسكر وينفذ خطته. كل الجامعة بتسمع البث وبيتخيلوا إزاي كان بيستهزأ بيها قدام صحابه. باني بتروح وضة الإذاعة وهي غضبانة، وساعتها بيدخل شوية طلاب الأوضة وبيكتشف إن تليفونه كان متوصل بالإذاعة بالغلط، والمكالمة كانت بتتذاع عن هو. بونغ سو بيجري وبيركع قدام باني يعتذر، وبيقول إنه كان بيبالغ علشان يبان قدام صحابه إنه جامد مش أكتر. بس باني بتشوف حقيقته وبتخبطه وبتقول له إنه حقير. الناس بدأت تهمس حواليهم، وبونغ سو بيتحرج جدا، فابتدى يهاجمها ويظهر على حقيقته، وبيقول إنها كمان كانت عايزة تنام معاه وإن الموضوع غريب إنها وافقت ترتبط بيه. باني ما بتقدرش تستحمل أكتر وبتضربه جامد، وبتقول له ما يوريهاش وشه تاني. وبعد ما فرغت غضبها شالت السلسلة اللي كانت هدية منه وبترميها، وبتمشي من المكان بكل ثقة من غير ما تاخد بالها. كان فيه 2 شباب وسيمين في الزحمة بيتفرجوا ومبهرين بتصرفها. الأول هو جيون اللي بيتخصص جديد في قسم النحت، والتاني هو جاي من اسم التصميم البصري. بعدها 2 من صحابها طبطبوا عليها، وهي قعدت تفكر وقررت قرار مهم، وهو إنها من النهاردة مش هتخرج غير مع أولاد حلوين. تاني يوم باني كانت محرجة جدا من اللي حصل في الإذاعة، وكل ما تروح حتة كانت الناس بتبص وتهمس عنها، فبتقرر تهرب من كل ده وبتقول إنها هتاخد أجازة من الجامعة. وبتفتكر إنها زمان كانت عايزة تنقل من المدرسة، بس غيرت رأيها لما جارها الوسيم بيسكن جنبهم. مامتها كانت بتتمنى يحصل نفس السيناريو تاني، وبتدعي إن حاجة تشغلها. فعلا دعوتها استجيبت بسرعة، وهي في الجامعة مسكت ورق طلب الأجازة. بتقابل بالصدفة واحد بيسألها على الاتجاهات، وبيطلع هو جيون الطالب اللي راجع من السفر. أول ما بترفع عينيها وبتبص في وشه حست إن الزمن واقف. خيالها سرح وتخيلت إن جيون ملاك يوناني قديم بيحب حبيبته الضعيفة البيضة، واللي بتطلع هي نفسها. بترجع للواقع فجأة وبتقطع ورقة الأجازة وبتاخده على المكتبة، وبتكون فاكرة إنه طالب جديد علشان شايل كتب اسم النحت. فبتديله رقمها وبتقول له إنها ممثلة القسم، ولو احتاج أي حاجة يتواصل معاها. وبعد ما بتودعه كانت ماشية في الشارع مبسوطة وبتتنطط من الفرحة، وفجأة بتقف لما بتشوف واحد تاني وسيم جاي ناحيتها. كان جاي اللي كان حاضر وقت ما ضربت حبيبها القديم، وبتقف مكانها مش مصدقة إن في حد كده بالجمال ده. في خيالها بتتخيله بطل إعلان لمشروب رياضي، وجنبه حبيبته من أيام المدرسة قاعدة وراه على العجلة، ووش البنت بيطلع وشها هي. بعد ما بتقابل 2 وسيمين ورا بعض، باني بتقتنع إن قرارها تكمل تعليمها كان إشارة من ربنا، وإنها كانت صح لما قطعت طلب الأجازة. بعدها بنشوف جيون بيتجول في الجامعة وبيشوف تمثال بيشد انتباهه جدا، وبيعرف إن اللي صنع التمثال هي الطالبة الأولى على دفعتها واللي اسمها هيجن، لكنه ما يعرفش إنها نفسها باني.
وبالصدفة بيجي جاي يبص على التمثال وبيسخر من جيون لما بيشبه نفسه بالتمثال. في نفس الوقت باني بتروح تحكي لأصحابها عن الاتنين الوسيمين اللي شافتهم. بعدها بيكون جاي مع صديقه المقرب بيصنع فيديو عشان يقدمه للإدارة ويطلبوا بأوضة مخصصة ليهم في الجامعة زي باقي الأقسام. بس بتيجي بنات معجبة بجاي بس هو بيطنشهم وبيكمل شغله. بعدها باني بتقابل جاي مرة تانية وكان لسه منتهي من الفيديو مع زميله وماشيين بياكلوا في الشارع. وهو بياكل كان على وشك انه يقع وباني بتفتكر انه هيتكعبل بس هو بيلحق نفسه. بس هي بتجري عليه بسرعة وبتحاول تلحقه لكن بتخبطه من وراه بالغلط وبيطير التابلت من ايده. لما بتشوف ان التابلت 8.2 مليون وون بتقول له بهدوء انها ممكن تدفع بالتقسيط. وقبل ما يجاوب بتنحني له وبتقول له انها اسفة وبتحاول تهرب. بس هو بيمسكها وبيقول ليها تسيب له رقمها. بعد كده باني كانت متضايقة وراحت حفلة اسم النحت علشان تنسى وبتشرب شوية. وهناك دخل جيون وبيقدم نفسه على انه طالب راجع يكمل دراسته. وساعتها باني بتكتشف انه في الحقيقة اكبر منها وطالب قديم مش العكس. وبتفتكر انها كانت بتتكلم قدامه على انها هي الكبيرة. وقتها واحدة من البنات بتهمس ليها ان جيون حفيد عيلة غنية. فباني بتتكسف جدا ولما بيقعد بتجري تصب له مشروب. بس هو بيلاحظ توترها وبيضحك وبيقول انه مش بيشرب وبيهدي الجو. وساعتها باني بتعرف نفسها وأول ما بيسمع اسمها بيفتكر تمثال شافه في المكتبة. تمثال راجل وسيم كانت هي اللي نحته وكان معجب بيه جدا. منظم الحفلة طلب من الطلبة الجداد إنهم يشربوا نخب السنة الجديدة وكان جيون مش ناوي بس الناس بدأت تهتف باسمه فبيضطر يشيل الكاس. باني بتشوف إنه مش مرتاح فبتقوم بتشرب مكانه. الحفلة بعدها بتسخن وبقت أكتر حيوية وباني كانت بتسكر أكتر وأكتر. وفي وسط الدوخة بتشوف جاي واقف عند باب المكان وبيراقبها. بيطلع إنه كان بيتعشى مع صحابه في مطعم جنبهم وكان لسه متضايق من إن التابلت بتاعه اتكسر بسبب باني فبيخرج يشم شوية هوا. لما شافها بتشرب ومستمتعة بوقتها بعد المصيبة اللي اتسببت فيها زاد غضبه. بس باني وهي سكرانة بتجري عليه وبتمسك وشه وبتقول له إنها جريت عليه علشان تحمي وشه الجميل وبتسأله هلاقي جمال زي ده فين تاني. وبتقرب منه وبتبصله بحنان وكانت لحظة شبه رومانسية. بس فجأة باني بترجع عليه. تاني يوم باني بتصحى وهي مكسوفة ومحرجة من اللي حصل امبارح وبتندم إنها ما خدتش أجازة. أول ما بتوصل الجامعة جاي بيواجهها وهو متعصب فبتهرب منه وبتفضل تتنطط وسط الزحمة وكان هيمسكها. بس فجأة بتشوف جيون وبتستخبى وراه. ولما جاي بيقرب عشان يشدها من ورا جيون طيارة درون بتقع عليهم. جاي اتفادى الطيارة وجيون اتحرك بعيد عنها برضه بس باني بتحاول تنزل عشان تتفاداها. بس في وسط المشكلة دي بتمسك في قميص جاي وبيوقعوا هما الاتنين في وضع غريب شبه رومانسي. وفي نفس اللحظة الدرون بتفرقع بالونة فوقهم وبيقع عليهم جليتر وكأنها لحظة رومانسية متخطط ليها. باني كانت سرحانة وهي بتبص في وش جاي اللي قدامها وشها في وشه. بس بعد لحظات بتفوق من الخيال وبتزقه بعيد وبتمسك جيون وبتجري بيه وبتاخده بعدها على كافتيريا الجامعة وبياكلوا أكلة مخصصة للمدرسين. بس هي بتقدر تجيبها علشان علاقتها القوية بالكافتيريا. جيون انبسط بالأكلة جدا وبيحس إن حياته بقت ممتعة أكتر من ساعة ما اتعرف على باني. كان شايفها كنز وعايز يقضي وقت أكتر معاها. وهما معديين من جنب تمثال راجل وسيم كانت باني نحتاه. جيون بيقف عنده وبيقلع الجاكيت وبيقول ليها هو أنا شبه التمثال؟ باني كانت دايما شايفاه شخص نائي ومش مهتم بالحياة لكن طريقته دي خلتها تضحك من قلبها. كانوا رايحين يشربوا قهوة بس فجأة جيون جاله تليفون واضطر يمشي بسرعة بعد ما سلم عليها. باني لمحت على الموبايل اسم المتصل الحب الأول فبتفتكر إنه عنده حبيبة. بعد ما مشي جيون جالها تليفون من جاي اللي هو داينها. قفلت عليه علشان تتجنبه بس فجأة لقت جاي جاي وراها وطلب منها تحضر معاه المحاضرة وتاخد له ملاحظات تعويضا عن التابلت اللي اتكسر. باني وافقت وخدت له ملاحظات لمحاضرة واحدة وبترجع بيتها تعبانة. كانت مكتئبة من فكرة إنها تفضل تشتغل عنده وفكرت تطلب من أبوها فلوس علشان تسدد ال2 مليون وون اللي مديونة بيهم. وقتها جالها تليفون من صاحب الشقة بيقولها إنه محتاج يزود التأمين ولأنها ما كانش عندها خيار قررت تشتغل شغلانة نص دوام في معرض فني للشباب علشان تسدد الدين بالتقسيط. في المعرض لفت نظرها عمل فني اسمه القدر لأنها كانت بتحب نحات مشهور. وهي مندمجة في تفاصيل التمثال بيجي راجل جنبها وبدأ يكلمها وقطع تركيزها وبيسألها عن رأيها في التمثال. اتكلمت بثقة وشرحت وجهة نظرها والراجل أعجب برأيها جدا. وبعد الشغل هو بيعزمها على قهوة. باني بتوصل الكافيه في الميعاد.
رغم إنها كانت حاسة شوية توتر، بس لأنها ضعيفة قدام الوشوش الحلوة ما بتقدرش تقاوم لما بتشوفه تاني وبتنسى كل توترها. الراجل عرف نفسه وبيقول إن اسمه جو آرانج. ابتدوا يتكلموا عن النحات جي. باني بتقول بحماس إن النحات المشهور هيجي يعمل محاضرة في الجامعة عندها وإنها مصممة تحضرها. وبيمر الوقت وكانت القعدة حلوة واتكلموا كتير، ولما كانوا بيمشوا جو آرانج طلب رقم تليفونها. باني بترجع البيت ونامت على السرير وهي بتفتكر وسامته وبتتخيله بيقدم لها خاتم ألماظ كبير وبيطلب يتجوزها. بس فجأة الحلم اتقلب كابوس، وجاي بيظهر فجأة بمظهر رئيس عصابة وبيطلب منها ال2 مليون وون اللي عليها. باني بتصحى من النوم مرعوبة وعلى طول حولت له 200 ألف وون اللي كانت لسه كسباهم من شغلها المؤقت، وبتوعده إنها هتسد الباقي في أقرب وقت. تاني يوم في الجامعة بنشوف جيون وهو بيشيل بنت على كرسي متحرك من عربية، وبيكونوا بيقضوا وقت جميل مع بعض. لما جيون بيمشي لحظة البنت بتقع من الكرسي، وباني بتجري عشان تساعدها وترجعها، وبتتبهدل وهدومها بتتوسخ من الطين. لما جيون بيرجع بيشكرها جدا، وباني بتعرف إن البنت دي تبقى أخته مش حبيبته، وإن الاسم اللي شافته بيتصل بيه كانت أخته مش حبيبته. بعد ما بتودعهم راحت لباقي جدولها وساعدت جاي في تلخيص المحاضرات. لما شافها متبهدلة بيتفاجئ وبيشيل التيشيرت بتاعه وبيغطيها بيه، ورغم إنه كان بيتكلم بخشونة كان واضح إنه مهتم. بعد المحاضرة باني بتجري بعيد، وفي الممر بتقابل صاحبتها اللي كانت في مسرح الدراما وبتطلب منها تخلي واقي الدراع معاها عشان هي مستعجلة تمشي. بس باني من فضولها بتلبسه، وساعتها بيظهر جاي، ولما شافها كده بيفتكر إنها مصابة وبيقول بحزن إنه مش هيقدر يستخدمها إنها تكتب له الملاحظات عشان هيحس بالذنب. باني هنا بتيجي ليها الفكرة وبتقرر تمثل عليه إنها مصابة فعلا وبتخدعه. بعدين في فعالية الرسم على الجدران بين قسمي النحت والتصميم البصري، جاي كان لطيف بشكل غريب وكان بيحاول يساعدها ويسيب ليها أقل شغل. باني كانت متلخبطة وحاسة بذنب إنها بتمثل عليه، مش عارفة تقول له الحقيقة ولا تسكت، وكانت خايفة يتعصب لما يعرف. وهي بتفكر بتشوفه بيقع من على الكرسي فجأة وبتروح تساعده. لما بيقف بيبص على دراعها بيلاقيه كويس، وبيفهم على طول إنها كانت بتمثل، وبيخليها تمسك الأدوات وتكمل الشغل كله لوحدها. وبعد ما انتهت بتقابل جيون تاني وبتشتكي له إنها لسه مديونة لجاي ب1,800,000 وون، وهي مش عارفة إمتى هتقدر تسدد الدين. كان جيون هيعرض يساعدها بالفلوس، لكن فجأة باني بتلمح إعلان على الحيطة بيتكلم عن مسابقة قوة بدنية في الجامعة، والجايزة الأولى كانت تابلت موديل جديد. باني بتتحمس جدا وبتسحب جيون على مكان المسابقة. جيون ما كانش مصدق إنها قوية كده، لكن صحابها كانوا واثقين فيها جدا، وبيقولوا له إن باني مشهورة في قسم النحت بقوتها، وإن في الوقت اللي الولاد بيتعبوا فيه من الشغل في القسم باني كانت بتشيل 3 شكاير أسمنت بسهولة، ولما بيجي دورها بتاخد خطوة لورا وبتروح ضربة اللعبة بكامل قوتها، وبتبهر كل اللي هناك وبتكسر الرقم القياسي وبتكسب المركز الأول والتابلت. أول ما بتستلمه بتروح على طول وبتسلمه لجاي وبتسدد به الدين اللي كان عليها اللي كان 2 مليون وون. ولما ما بتكونش مضطرة تكتب له محاضراته بتحس بارتياح كبير. باني وجيون بيمشوا مع بعض وهما بيضحكوا وبيتكلموا، وجاي كان واقف بيتفرج عليهم وقلبه موجوع، لأنه كان نفسه إنها تستمر إنها تكتب الملاحظات مش علشان الفلوس بس علشان يقرب منها ويفضل حواليها، وما كانش عايز يقطع علاقته بيها. فبعد تردد طويل بيبعت ليها رسالة بالغلط بيشكرها فيها على الملاحظات اللي بتكتبها له. ساعتها باني كانت بتتعشى مع جيون وصحابها، ولما بتشوف الرسالة بتتجاهلها وما بتردش، بس صحابها بيلاحظوا موبايلها ولما بيشوفوه بيلاقوا إنها بتكلم 2 شباب وسمين. باني بتشرح ليهم كل حاجة، وإن الأول هو جاي والتاني هو أرانج، ولما بيسألوها هترتبط بمين فيهم بتكون مش عارفة تختار. وبنشوف جيون بيبدأ يحس بالغيرة. في الوقت ده جاي كان قاعد قدام التابلت وسرحان، وكان متضايق إنها ما بتردش على الرسالة بتاعته، وكان خايف إن ده ممكن يكون معناه إنها مش هتكلمه تاني خالص. تاني يوم في مطعم الجامعة بيروح صديق جاي المقرب يطلب مشروبات ليهم، لكنه بيقع في حب صديق باني ومبيبقاش عارف يتصرف، وبيبدأ يتصرف بغرابة بس هي بتصده. أما جاي بيفضل يبص في الرسائل مستني باني تجاوب، بس لما باني بتعدي من جنبه من غير حتى ما تتكلم معاه وبتمشي على طول ما بيقدرش يستحمل، وبيخرج وراها وبيسألها ليه ما بتردش على رسالته اللي بعتها امبارح. باني بتجاوب بكل بساطة وبتقول له إنها دلوقتي سددت الفلوس اللي عليها وما فيش سبب يخليهم يتقابلوا تاني. جاي بيقول بعصبية إنه مش عايز يشوفها تاني وإنه مرتاح كده، بس لما بيرجع الفصل كان تايه ومش قادر يركز وكل شوية يتخيل إنها موجودة قدامه.
ولما بيقرب بيلاقيها مجرد خيال. في اللحظة دي بيفهم إنه مش قادر ينساها وبيقوم بيجري من الفصل. وفي نفس الوقت باني كانت بتحضر محاضرة النحات المشهور مع جيون، وكانت فرحانة جدا إنها هتقابل الشخص اللي نفسها تكون زيه، والمشاعر بتسيطر عليها. ولما الستارة اتفتحت بيطلع النحات هو جو أرانج، وبتفضل واقفة مصدومة ومش مستوعبة طول المحاضرة. بعد المحاضرة جو أرانج بيتكلم معاها وبيفضلوا يتمشوا في الجامعة وبيتكلموا بحماس، وجيون كان ماشي وراهم حاسس إنه ملوش لازمة. ولما جو أرانج بيمد إيده يشيل ورقة شجر من شعر باني، جيون بيتضايق جدا. وفجأة بيسمعوا صوت جاي بينادي على باني بصوت عالي وهو بيقرب منهم، وكلهم بيبصوا عليه مستنيين يشوفوا هيقول إيه. جاي بيقول ليها إنه لسه عايز يشوفها، وبتنتهي الحلقة. ما تنساش تكمل متابعة الدراما دي، استنى الحلقات الجاية. شكرا لكم على المتابعة، اكتبوا لنا رأيكم عن المسلسل في التعليقات. سلام.